السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لما المايونيز بيبقى بيتي باكل منه وأنا مطمنة. تعالوا نعمله بأسهل طريقة وببساطة جدا هيطلع معانا المايونيز ناجح في 5 دقايق. أول حاجة هجيب كوباية من المية وهحط في كوباية المية دي 4 معالق كبار مليانين من النشا. تقدروا كمان تنصصوا الكمية دي لو حابين نصها. المايونيز ده بيتعمل بأقل كمية زيت، صفار بيضة بقى، وممكن كمان يبقوا صفار بيضتين على حسب ما انتوا حابين لون المايونيز فاتح او غامق شويه. هنرفع الحاجات دي على النار لحد ما يتكون لي عجينه شبه عجينه الكاسترد او شبه عجينه الكريم باتسير، او هي نفس مكونات الكريم باتسير بس ده لبن وده ميه. تمام. هنحط بقى عليها المكونات اللي هتقلب الكريم باتسير ده لمايونيز. حطيت معلقه كبيره من المستردة او معلقه كبيره من حبوب الخردل، ودي بتتحط في الاول علشان تغلي شويه على النار مع المكونات. عصير ليمونه كامله، ومعلقه كبيره او معلقتين صغيرين من الخل الابيض، وحبه من الفلفل الابيض. انا حطيته حبوب لان كده كده كل المكونات دي هنضربها في الخلاط، بس مش دلوقتي خالص. طبعا الخليط لسه سخن، حطيت فيه الحاجات دي وقلبته كده شويه لحد ما بدأ يهدى. بعد ما يهدى بقى هحط عليه كمية الزيت. ممكن احط كمية الزيت كلها، وممكن احط شوية صغيرة واخلي الباقي بعدين. يعني انا حطيت نص كوباية من الزيت ولسه هحط ربع كوباية كمان وانا بخفق الخليط في الخلاط. انا مش هخفقه في الخلاط دلوقتي خالص، ده دخل التلاجة لحد ما سقع، ودي اهم حاجة. لازم العجينة بتاعتنا دي تسقع تماما. ما يغرقوش ان احنا حاطينه على وشها الزيت. احنا حاطين على وشها الزيت علشان لما ادخلها التلاجة ما تعملش قشرة وما تعملش اي حاجة. فالزيت بيبقى مادة عازلة على الوش. بعد كده شغلت عليها الخلاط بعد ما بردت تماما. واهم حاجة خطوة ان المايونيز يبرد الاول قبل ما نضربه. زي ما انتم شايفين انا حطيت الحاجات كلها على بعض حقيقي، مفيش اي مجهود فيها، وده قوام المايونيز وهو لسه نازل من الخلاط. عايزه اقول لكم انه لما حتى بيتحط في التلاجة بيتجمد اكتر وبيبقى احلى. ولما بيبات بقى لتاني يوم بيبقى اجمل واجمل. كل يعني التركات دي هتطلع المايونيز معاكم ناجح من اول خطوه. طلع لي كمان كميه وفيره جدا من المايونيز، حوالي نص كيلو من المايونيز عملناهم بنص بتلات ارباع كوبايه من الزيت. ممكن نحط لحد كوبايه من الزيت على فكره، حسب القوام معاكم ما يظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.